بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ناس كتير اتكلمت أو محتارة في موضوع رعشة بدال الدبرياش، وأنا دلوقتي وبفضل الله ربنا عني إن أنا برضه أعرف أفيدكوا فيه كتير. دلوقتي موضوع الرعشة بتاع البدال بيبقى من كذا حاجة. أول حاجة الفبر بتاع الفرش اللي هو فرش الدبرياش. شايف أنت الفبر مبوش إزاي؟ الفبر ده طبعا أنا جايب لك صورة ليه، وبيبقى عليه عامل كبير قوي، لان هو بيبقى ماسك الدراع بتاع الفرش ده، المفروض ما يخلوش يتهز. طبعا لما بيكون بايظ زي ما هو انت شايف كده قدامك، خلاص اي خلل في البليه ولا كده بيعلم على طول معاك في السلك، فيعلم معاك في البدال ذات نفسه. وحسب بقى كل رعشه، في رعشه كبيره في رعشه صغيره. عامه لو واحد ركب طقم الدبرياش وسمع نحره بعديها، بيبقى في الغالب من بلية الدبرياش، لان البلي اللي في السوق دلوقتي 90% منه مضروب. وانا نزلت فيديو عن بيلي الدبرياش، والفيديو في اليوتيوب، وهسيب لكم اللينك بتاع قناة اليوتيوب تنورونا برضو فيها بالاشتراك والتفاعل. عندك البلية مبوشة، عندك الفرش مبوش عشان الفبر بتاعه بايظ. فاهمني؟ عندك بقى الاهم والاهم والاهم، ان الديسك لما يكون فيه عالي وواطي، رياش عالية ورياش واطية، دي طبعا صورة الفبر. عندك طبعا الديسك، ديسك دبرياش اهو. بص بقى يا معلم، الريش عالية وواطية ازاي. اه بص، دي حاجة المفروض انها مستقيمة، ده مبرد. بص، ريشة من يمة اليمين عالية مظبوطة، اللي هو الظبطة بتاعتها الطبيعية. الريشة بقى من يمة الشمال واطية خالص. ده يعمل معاك اعلى احلى رعشة في البدال، بس لما يكون بقى بقية الحاجة دي بايظة معاه، اللي هو الفبر مش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ده برضو من ضمن الاسباب اللي هي تخلي البدال يرعش. لما يكون الفولان ملدوع او في بيضاوي، او في قصدي اللي هو ريجة يعني، كده هو مقفع. لما يكون كده ملدوع هو كده مقفع، لازم تاخده وش على المخرطة زي كده بالظبط. دي طبعا قاعدة مكنة، اللي انتوا هتشوفوها دي قاعدة مكنة مقطوعة. قاعدة المكنة لما تكون مقطوعة كده، أي خلل في المكنة سواء مثلا حساس ملخبط أو مش عارف ايه، بيساعدها إنها تتهز أكتر. دي القاعدة الجديدة طبعا بعد ما ركبت، وأنا بفضل الله بجيب القواعد الكاوتش، بقوم جاي منزل ده على المكبس وحاطط ده على المكبس برضه. يا رب أكون فدتكم، وتنورونا بالاشتراك والتفاعل يا رب، سواء على الفيس أو على اليوتيوب.